السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مع فيديو جديد. النهارده احنا في شركة ايمج ترافل. لو حضرتك عايز عربية بسواق او من غير سواق، عربية تنقل حضرتك من والى المطار، الشركة موجودة عندها اسطول من العربيات، سواء العربيات الفارهة او الفاخرة او العربيات الاقتصادية او العربيات العائلية. الشركة عندها اسطول من العربيات. هسيب لحضراتكم لينك صفحة الفيسبوك بتاعة الشركة اسفل الفيديو، مع كمان ارقام التليفونات. والنهارده احنا معانا عربية من ضمن العربيات الفاخرة جدا اللي تبع الشركة، العربيات الفاخرة بصراحة على مستوى العالم، وهي مرسيدس اس 500 فورماتيك او مرسيدس اس 500، او زي ما بيسموها في مصر بقى مرسيدس الجوهره. لو حضرتك بتفكر في عربيه مع سواق، هتهتم جامد جدا بالمقصوره الداخليه للعربيه وشكل كمان العربيه من بره. ولو حضرتك بتفكر بقى ان انت تسوق العربيه نفسها، يبقى يهمك جدا طبعا الموتور واداء الموتور، وبرده المقصوره من جوه وشكل العربيه من بره. فتعالوا بقى مع حضراتكم نتفرج على العربيه الجامده جدا دي. زي ما احنا شايفين مع بعض شكل العربية من قدام شيك جدا، طبعا عربية ناعمة جدا، عربية كلها انسيابية، ما فيهاش خطوط حادة للدرجة. الشبكة بقى اللي فيها 3 خطوط من النيكل كده، والكروم العربية كلها كروم يعتبر. والشبكة هنا أصلا بيكون فيها كاميرا، وفي كاميرا طبعا في كل مراية مع الكاميرا الخلفية. طبعا 360 درجة حوالين العربية، دي حاجة مفروغ منها طبعا. شايفين بقى شكل الإضاءة عاملة ازاي، فوانيس جامدة جدا طبعا مع إشارات ديناميكية. فوانيس بتتحرك بقى مع، يعني حضرتك بس لما تكون سايق ناحية اليمين، الفوانيس تتحرك معاك ناحية اليمين، ناحية الشمال، وهكذا. حاجة طبعا منتهى الشياكة في الدنيا، مع علامة النجمة. حاجة بصراحة جبارة، شكل شيك جدا، مع الجنوط الرياضية والمرايات. الجنوط هنا مقاسها 21 بوصة، طبعا نقشة جامدة جدا، طبعا نقشة شيك جدا. خط النيكل على العتب واصل لحد ورا، تقريبا خلوص على الأرض 15 سنتي تقريبا يعني. كمان خط نيكل فوق الإزاز، محاوط الإزاز كله، شكل شيك طبعا. هنا بقى المرايات اللي فيها إشارات جانبية، طبعا في كاميرا في كل مراية. الكومفورت اكسس هنا طبعا شايفين بقى الاوكر تنسحب ازاي، شكلها شيك جدا طبعا. الازاز اللي ورا بيكون فامي، فينا برضو كروما من ورا الجنط، على الرفرف برضو الخلفي. الاضاءة بقى الخلفية فوانيس بالكامل طبعا، مع الشكل اللي قدام نفس الاضاءة برضو اللي قدام موجودة ورا، مع بقى العواكس الاضاءة. خط النيكل اللي في العرض بعرض الشنطة كده شكله شيك جدا، وفوقيه بقى علامة مرسيدس، فتحة الشكمانة الحقيقية، مع الديفيوزر الخلفي، مع خط برضو كروم على الديفيوزر. حساسات الركن، هنا كمان الكاميرا الخلفية، مع وحدة إضاءة تحت برضو جنبها كده، كلمة فورماتيك. وهنا الاس 500، وحدة الإضاءة اللي جوه الفانيس شكلها عامل ازاي، شيك جدا بصراحة. الشنطة هنا مساحتها 550 لتر، طبعا شنطة كبيرة، مساحتها حلوة بصراحة طبعا. التجهيزات بقى اللي فيها هنلاقي هنا في فتحة 12 فولت، بس هنا طبعا في شفة تحميل عالية، يعني معظم عربيات السيدان بتبقى كده شفة التحميل دي عالية طبعا. تيجي تحط شنطة جوه العربية برضو هتضايقك شوية، بس طبعا دي حاجة موجودة في كل عربيات السيدان يعتبر. شايف العربية يعني، مع الإضاءات برضو اللي هو الشنطة، بص شكلها عامل ازاي. العربية يعني تفاصيلها حلوة جدا. فرش العربية من جوه بيجي طبعا جلد، جلد شيك جدا طبعا، جلد فخر جدا. ماتيريال طبعا الأبواب من جوه ماتيريال جلد، طبعا مفيش حاجة اسمها بلاستيك خالص في العربية، مفيش نقطة واحدة بلاستيك. طبطانات الجلد اهي مع اللون الجمل الجميل جدا. هنا بقى الإمنترايت اللون الأزرق، مع الأوكرا الكروم. معانا الزراير اللي بترفع بقى الإزاز، الزرارين دول الإزاز اليمين والشمال اللي ورا كده، بقى تفتح الإزازين. التبطينات اللي في الكوع، تبطينات الكوع مع مساحات التخزين. بس هنا في نفق في التيس يعتبر مرتفع شوية، يعني مساحة الرجلين بقى بص عاملها ازاي، كراسي عالية على الأرض، فتقدر بقى تحط رجليك تحت الكراسي تقعد براحتك. مساحة الراس كمان عالية اهي، أنا طولي 180 سنتي، ففي مساحة سقف كويسة جدا طبعا. هنا بقى مقبض وتحتيه إضاءة LED، وبرده ناحية اليمين برده نفس الكلام. مسند يد جلد بقى جواه كده، مساحة برده صغيرة مش كبيرة. شايفين بقى تبطين الأبواب عامل ازاي، طبعا العربية تفاصيلها جامدة جدا من جوه، مش محتاج كلام طبعا. هنا فتحة السقف، هنا بقى سماعات صوتها عالي جدا بصراحة، اسمعوا حتى الصوت كده معانا. عربية بصراحة يعني قصر مش عربية. ماتريال طبعا الكراسي من ورا ماتريال شيك جدا برضو، ماتريال فاخر جدا، مع مساحة التخزين اللي في الأبواب. عربية بصراحة مش محتاج حد يتكلم عنها، يعني العربية بتتكلم عن نفسها، مش محتاج حد يقول بقى دي في ايه ودي فيها ايه. ادي بقى الاتنين كاب هولدرز. هنا في بقى فتحات USB تايب سي، فتحتين، مع مساحة تخزين صغيرة هنا، مع فتحات التكييف اللي في الكونسول. شايفين بقى شكل التابلو عامل ازاي، مع الامبنت لايت او الاضواء المحيطية. الشاشة 12.8 بوصة، شاشة طولية، مع فتحات التكييف اللي فوق الشاشة، مع الطارة.
طبعا هيطلع قدام ان شاء الله دلوقتي ونتكلم عنها، بس برضه حابين نفرجكم كده على منظر من ورا. شكلها بصراحه شيك جدا يعني، حاجه فخمه جدا. مرسيدس طبعا يعني مش محتاج كلام، لما تبقى مرسيدس مش هي اللي فخمه، امال ايه اللي فخم؟ العربيه كلها تفاصيل بصراحه. مساعد الراس بقى اللي في الكراسي. طلعنا بقى قدام، ادي بقى الامنت لايت او الالوان المحيطيه باللون الازرق. الابواب بقى، وفي كمان التابلو بتاع السائق، فتحات التكييف، كل فتحتين على فكره مع بعض. شايفين بقى المنظر عامل ازاي؟ الازرار دي تقدر تتحكم من خلالها في الكراسي، يعني الزرار نفسه ما بيتحركش، الكرسي هو اللي بيتحرك. تدوس عليه تلاقي بقى الكرسي نفسه اللي بيتحرك، مش الزرار اللي بيتحرك. طبعا حاجه بصراحه شيك، مع الماتريال بقى، مع الخياطه، الاضواء بينه بلاك بقى، والابواب. هنا بقى تتحكم في الفوانيس بتاعت العربيه، فتحات التكييف اللي بطريقه عموديه او رأسيه، رمقة الباب كروم او النيكل، ساعات تخزين طبعا. تقدر تفتح الشنطه من هنا، برضه تقدر تفتحها برضه من ورا، من باب الشنطه نفسه، تفتح كهرباء طبعا. وهنا برضه ممكن تفتح الشنطه، وادي برضه مساحه تخزين كبيره مش صغيره. زرار التحكم في السنسور بارك او حاسات الركن. ادي بقى الشاشه 12.8 بوصه، شاشه عموديه او طوليه، شكلها شيك جدا طبعا. تقدر بقى تتحكم من خلالها في كل حاجه في العربيه. هنا في بقى الكاب هولدرز شيك جدا طبعا، مع مسند يد بزرار كده بيتفتح. مساحه التخزين جواه حلوه جدا، وهو برضه مخارج يو اس بي، تعلي بقى الصوت وتوطيه من هنا. تاتش طبعا، الحاجات دي كلها تاتش. هنا برضه تحكمات في الشاشه، وادي برضه تحكمات في الكاميرات. الشاشه طبعا شيك جدا، والريزولوشن بتاعها طبعا عالي جدا، مش محتاجين نتكلم طبعا. هنا زرار ستارت وستوب انجن، تشغيل وإيقاف العربيه من غير مفتاح. طبعا كل حاجه موجوده في العربيات موجوده في العربيه دي بصراحه. شاشه الاعدادات 12.8 بوصه، طبعا فول ديجيتال بقى، مش محتاجين نتكلم يعني. والطاره المالتي، الزراير طبعا كلها تاتش، تحكم بقى من خلالها برضه في شاشه الاعدادات، وبرضه شاشه الوسائط اللي موجوده. طبعا الطاره دي يعني شيك جدا طبعا، علامه المرسيدس هي النجمه. طاره جلد طبعا، جلد فاخر كمان مش اي جلد. التحكمات كلها فيها تاتش. شايفين بقى المنظر الجميل ده، مع الماتريال، مع المساحات، مع التفاصيل، مع الانوار، مع السماعات، مع الفرش الجلد. قصر، كأنك قاعد في قصر. هنا بقى كرسي الإضاءة اللي فوق، كل حاجة فيها برضه تاتش. وزرار كمان اللي بيفتح بقى فتحة السقف بيقفلها. طبعا الأنوار دي كلها LED طبعا، مش محتاجة كلام. زرار بقى فتحة السقف أهو، هتتقفل فتحة السقف أهو، هنا برضه فتحناها. شايفين بقى كلمة مرسيدس بنز بالألوان على العتب، رسالة ترحيبية كده بحضرتك أول ما تيجي تفتح العربية. الأنوار عاملة إزاي، شيك جدا طبعا. وادي بقى العزل اللي في العربية. برضو بقى اللي بيدور على الموتور او ارقام الموتور في العربيه دي، بتيجي بموتور 3000 سي تربو 429 حصان، والعزم الاقصى للدوران 384 نيوتن متر. دي بقى ارقام الموتور، طبعا مش محتاجه كلام يعني، موتور باداء بقوه بكل حاجه. العربيه موجوده زي ما قلنا في شركه ايمج ترافل. هسيب لحضراتكم برضو لينك صفحه الفيسبوك اسفل الفيديو. لو عجبك بقى الفيديو ده، عامله بلايك وشير وسبسكرايب، ونقابل حضراتكم ان شاء الله مع فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.